تصحى تعبان، جسمك متكسر، نفسيتك تعبانة، عندك آلام ووجع في العظام والعضلات والمفاصل، يبقى الفيديو ده ليك. السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهارده ان شاء الله هنقول معلومة في السريع. ازاي نقص في فيتامين واحد ممكن يقلب لك حياتك كلها. فيتامين د مش مجرد فيتامين د بيصنف على انه هرمون. الهرمون ده بيتحكم في كل حاجة في جسمك: عظام، مناعة، مزاج، نوم، وحتى شاي. وزي ما عرفنا ايه هو فيتامين د، تعال نعرف اهم اعراض نقص فيتامين د. تعب مستمر، آلام ومشاكل في العضلات والعظام والمفاصل، اكتئاب وعصبية، أرق ومشاكل في النوم وضعف مناعة. تعالوا بقى نتكلم شوية عن علاج نقص فيتامين د. أول حاجة هنبتدي بيها هي الشمس. الشمس يا جماعة هي أكبر مصدر لإنتاج فيتامين د في الجسم. لازم نتعرض للشمس من 10 ل20 دقيقة يوميا، أثناء الشروق أو أثناء الغروب. تاني حاجة هو الأكل الغني بفيتامين د زي السمك والسردين وصفار البيض واللبن. تالت حاجة بقى هنتكلم عنها هو شكل فيتامين د جوه الصيدلية. أشكال فيتامين د جوه الصيدلية كتير جدا، عندك منها النقط، وعندك منها الأمبولات، وعندك منها كمان الكبسولات. أول حاجة هنتكلم عنها هي النقط، منها الفيدروب ومنها الليميتلس ومنها الألفا كالسيدول، وفي منها أشكال مختلفة كتير. تاني حاجة هنتكلم عنها هي الكبسولات. الكبسولات موجودة في الصيدلية على أشكال مختلفة وبتركيزات تانية مختلفة. التركيزات بتبدأ من تركيز 1000 لحد تركيز 10,000. في منها اللي بيتاخد كل يوم، وفي منها اللي بتاخد يوم ويوم، وفي منها اللي بيتاخد كل أسبوع مرة. تالت حاجة هي الأمبولات. أمبولات فيتامين د هي الأمبولات الوحيدة اللي مسموح لك إنك تشربها. أمبولات فيتامين د في منها الديفارول، وفي منها الديكابرين، وفي منها مستورد زي الديفيد دي 3. فيتامين د مش رفاهية، فيتامين د ده هو مفتاح صحتك. لو حاسس بالتعب المزمن حلل وابدأ العلاج الصح.